كشف عبد الأحد المرزوق الفائر ببرنامج ماستر شيف في نسخته الماضية في اتصال له مع شوفي تفي اليوم الخميس أن شركة الإنتاج مدبياراد رفضت منحه مبلغ 40 مليون قيمة الجائزة التي تحصل عليها نظير فوزه بالبرنامج. وقال عبد الأحد في كشفه عن معطيات تأخر منحه قيمة الجائزة إنه ربط الاتصال بالشركة المذكورة لأسابيع طويلة إلا أنه كان يتلقى الوعود فقط، مشيرا إلى أنه اضطر إلى ربط الاتصال بمديرة الشركة التي أكدت منحه المبلغ المالي في ظرف يومين. وأوضح عبد الأحد أنه تفحص حسابه أمس الأربعاء واليوم الخميس لكنه لم يعثر على المبلغ المالي، مؤكدا وجود عقد مبرم مع الشركة علمها بدفع هذا المبلغ إليه. وتمنى الفائز في برنامج الطبخ الذي يبث على قناة دوازيم أن يحصل على 40 مليون التي يحتاجها بسرعة لإكمال مشروعه. السلام عليكم، وادعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق.